يعني التصريح الذي أطلقه اليوم من تركيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبر بأن الاتفاق قد انتهى مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هو يريد من خلال هذا الكلام أولا هو التغطية عن الخروقات الأمريكية في أي اتفاق. هو يشبه العدو الإسرائيلي الذي لا يلتزم لا باتفاقيات ولا بمواثيق دولية، وهو ينقض دائما كل هذه الاتفاقيات منذ إعلان وقف إطلاق النار والاتفاق لشهرين على وقف إطلاق النار والسير في التفاوض. كان هناك الكثير من الخروقات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي أعلنت بأن أي خرق سوف يواجه برد. وما حصل في الأمس هو استغلال من قبل العدو الأمريكي لمراسم تشييع سماحة القائد علي خامنئي، فقاموا بهذا الهجوم على بعض القواعد الإيرانية، وكان الرد غير متوقع. يعني كانوا مصدومين من نوعية الرد وسرعة الرد الإيراني على هذه الاعتداءات، وهذا حق مشروع. ولكن لماذا قام دونالد ترامب بنعي هذا الاتفاق؟ هو كان منذ يومين يتحدث الإعلام العالمي عن عظمة هذا التشييع التاريخي لشخصية تاريخية، وهذه قلبت كل الموازين التي كان يتحدث عنها دونالد ترامب. والهدف الأول للحرب على الإيران هو إسقاط هذا النظام، وبالتالي لقد تولدت الشهادة حياة لدى الشعب الإيراني والعراقي وكل من يتعاطف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان هذا التشييع المهيب التاريخي نظرا لهذه القوة التي عبر عنها الشعب الإيراني بتكاتفه وتضامنه مع سماحة القائد الشهيد. كانت هذه رسالة أدرك من خلالها دونالد ترامب بأنه قد فعلا الجميع كان يدرك هزيمة أمريكا، ولكن اليوم تيقن هو شخصيا بأنه قد هزم على الأرض الإيرانية. وها هو الشعب الإيراني يعبر عن تمسكه بهذه السلطة وبهذا النهج وبالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي كان من الطبيعي أن ينعي هذا الاتفاق. ولكن القادم من الأيام وبحال أي عمل أخرق قام به تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرد بالتأكيد سوف يشعل هذه المنطقة، ونحن على أبواب معركة جديدة كبيرة وحاسمة.